ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. رجعنا لكم بفيلم انمي جديد روعه حرفيا، حاجه كده من الاخر. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، وتكتبوا لنا في الكومنتات بتتابعوني من انهي بلد. ويلا عشان ما اطولش عليكم، بيبدا فيلمنا مع بوكو وهو بيورينا مراسم دفن زميلته ياماوتشي ساكورا، وان اليوم ده كان فيه مطر شديد زي حياه ياماوتشي، وان كان فيه ناس كتير بتعيط عليها واعدادهم ودموعهم بتدل ان حياتها كان ليها معنى كبير. وفي مراسم الدفن بوكو ما قدرش يحضر وحبس نفسه في البيت، وبتكون اخر رساله بينهم ان بوكو عاوز يقضي على مرضها وهو البنكرياس، وما يعرفش بوكو ان كانت شافتها ولا لا. وبنرجع بالزمن قبل ما بوكو يعرف ان ساكورا مريضه بالبنكرياس، وهم في مكتبه المدرسه، وبتكون ساكورا بتحط روايات التاريخ في مكان كتب التاريخ، فبيقول لها بوكو ان مكانها مش هنا، فبترد ساكورا وبتقول له علمني وانا هحطها في المكان الصح. فبيقول لها بوكو انها لازم تعرف رموز الفئات، فبتزعل ساكورا وبتقول ان في كتير منها، وبتقول ساكورا لبوكو ان زمان لو انت كان عندك مرض في كبدك فانت بتاكل الكبد، ولو كان في المعده فانت بتاكل المعده، وانهم كانوا فاكرين انهم كده هيقضوا على المرض. فبيتريق عليها باكو وبيقول لها انها فجاه بقت من اكل لحوم البشر، فبترد عليه ساكورا انها عايزه تاكل البنكرياس بتاعه. وبيقول باكو انه موتها كان في شهر ابريل لما كانت اشجار الكرز لسه مفتحه على الشجر. وبيقول باكو انه غاب من المدرسه علشان يشيل الغرز بعد ما عمل عمليه الزايده الدوديه، وبيقع دفتر مذكراته وباكو قاعد في المستشفى فبياخده وبيقرا فيه، وبيكون مكتوب فيه انها بتكتب الكلام ده علشان تقدر تتعايش مع مرض البنكرياس اللي جالها. فجأة بتيجي صاحبة الدفتر وبتكون اسمها ساكورا، وبتقول ساكورا لباكو انها عارفة انه اتفاجئ، بس هي كمان دورت على الدفتر في مكانه وما لقيتهوش. وبيديلها باكو الدفتر وبيكون هيمشي، بس ساكورا بتوقفه وبتقول له انت قريتها مش كده؟ انا سميتها التعايش مع الموت، وهي دفترها من وقت ما عرفت بمرضها وان بنكرياسها خلاص وقف وقريب هتموت. بس باكو بيبين انه مهتم وبيقول لها انه رايح للشباك، فبتروح ساكورا وراه وبتقول له ان دي اول مرة يتكلموا فيها، وانه دايما بيكون بيقرا كتب. بس باكو بيقول لها انه هيتاخر على القطر وبيسيبها ويمشي. بس ساكورا بتقول له ما يقولش لحد عن مرضها عشان هي ما عرفتش حد، فبيقول لها باكو انه ما عندوش حد يحكي له اصلا. فبترد عليه ساكورا انها ممكن تكون صاحبته وتقضي معاه بقيه حياتها، وبتسيبه ساكورا وبتمشي. وبيفتكر باكو انه خلاص مش هيشوف ساكورا تاني. بس في الاسبوع اللي بعده تطوع انه يكون مساعد في المكتبه، وبتكون ساكورا هي كمان اتطوعت انها تكون مساعده. وبيسالها باكو بتحب الكتب، فبترد ساكورا عليه لا بس قريت كذا كتاب عن المانجا. فبيرد عليها باكو ان المكتبه مش احسن مكان تموت فيه، ممكن تسافر تدور على حبيبها وتعمل اي حاجه تانية. فبترد عليه ساكورا ان كل يوم بنعيشه ليه قيمه، واللي بتعمله النهارده او ما بتعملوش مش هيغير الحقيقه دي، وانها بتكون مبسوطه لما بتعمل حاجات عاديه. وبتقول له انها عامله قائمه بالحاجات اللي نفسها تعملها قبل ما تموت، وهتخليه يقراها هو كمان. تساله ان كان فاضي بعد الشغل، وبيروحوا مع بعض ياكلوا الياكينيكو، وبتكون ساكورا مبسوطه جدا. فبيرد عليها باكو انها الاحسن تاكله مع عائلتها، فبترد عليه انه ما يقولش كده، وبتقول له ياكل الهرمون، وبتطلب من صاحب المطعم يجيب لها اكل تاني. فبيسالها باكو ان كان عندها اكل معين، فبترد عليه ساكورا بس في تطور كبير في الطب في ال10 سنين اللي فاتت، وانها رغم انها تعبانه بس ده ما بيأثرش على حياتي خالص. وبيجي صاحب المطعم وبيجيب لها الاكل اللي طلبته. بتقول له ساكورا انها مش عايزه جثتها تتحرق بعد ما تموت، وانها قرت في احد الاديان انك لو اكلت جزء من شخص فروحه هتعيش جواك. تساله ليه ما عندوش صحاب، فبيرد باكو عليها انه الكل شايفه ممل. فبتساله ساكورا ان كان حد قال له كده، فبيرد عليها لا بس انا عارف كده. فبترد عليه ساكورا انه ممكن يكون غلط. فبيقول لها باكو ما تفرقش، وان حب الشخص او كرهه في دماغه بس علشان ما حدش يجرحه. فبترد ساكورا عليه انها مهتمه بيه، ولو ما كانتش كده ما كانتش خليته ياكل معاها. وبيتمشوا مع بعض وبيروحوا السوق، وبتكون ست كبيره بتلم حاجتها من على الارض بعد ما في واحد خبطها بالعجله بتاعته، وبيكون اسمها سان هي. وبتجري ساكورا على واحد اسمه اوبا سان وبيكون مربوط، وبتساله ان كان كويس، وبتقول للراجل انها غلطته وانه مش مسموح اصلا ان العجله بتاعته تبقى في السوق. وبتقول له يعتذر ليه، فبيمسك فيها الراجل وبيكون هيضربها، بس هي بتوقعه وبتضربه، وبتاخد باكو وبتهرب. وبيقابلوا كافيه وبيدخلوا فيه عشان يشربوا حاجه، وبتكلموا ان ازهار الكرز وانها بتفتح في شهر ابريل بس لما يكون الجو دافي. وبتبعت ساكورا رساله لباكو بتقول له انها فرحت جدا وهي معاه، وانها بتتمنى يكون صديقها لحد ما تموت. وبتروح ساكورا المدرسه وبيسالها اصحابها ايه اللي بيربطها بباكو، فبتضحك ساكورا على كلامهم، وبيقول لها اصحابها انه من مش مستواها اصلا. وبيوصل صديقها اللي بيكون اسمه تاكيميورا وبيديلها شريط اغاني لفرقه غنائيه كانت بتدور عليه. وبتفرح ساكورا جدا، وبيكون اكتر طالب مشهور في المدرسه. وبتروح ساكورا لباكو بتقول له ان في مكان تاني عايزه تزوره النهارده. فبيرد عليه باكو انه مش عايز زمايله يتريقوا عليه بسببها. فبترد ساكورا انه لازم يروح معاها، وبيكون
وبيكون مكان اسمه بارادايس، وبيكون محل حلويات، وبتاكل ساكورا حلويات كتير، وبيسألها إن كانت عايزة تبقى تخينة، فبترد عليه ساكورا إنها بس عايزة تاكل اللي نفسها فيه. تسأله إن كان عنده حبيب، فبيرد عليها باكو لا. فبتقول له ساكورا إنها عندها حبيب بس سابوا بعض علشان مش مناسب ليها كحبيب، وإنه مجرد صديق بس. وبتشوفهم كيوكو صاحبة ساكورا المقربة، وبتكون متضايقة من علاقتها بباكو، وبتسألها كيوكو إن كانوا بيحبوا بعض، فبترد عليها ساكورا لا إحنا أصحاب بس. وبينادوا أصحاب كيوكو عليها، وبتقول له ساكورا تروح معاهم، وبتمشي كيوكو. وبتقول ساكورا إن كيوكو صاحبتها من الابتدائي، وبتروح ساكورا مع باكو للبحر، وبتكون مبسوطة جدا. وبيسألها باكو ليه ما قلتش لصاحبتك عن مرضك، فبترد عليه ساكورا إنها هتزعل جدا عليها، وإنها هتعيط في كل مرة هتشوفها فيها. وبتقول له إنه الوحيد اللي تقدر تتكلم معاه وهي مش خايفة، وبتقول له إنها مبسوطة وهي معاه، وبتكون الأجازة بعد بكرة. وبتسأله ساكورا إن كان فاضي في الأجازة علشان هيروحوا رحلة قطار خلال الأجازة، فبيقول لها باكو ماشي نروح مكان اللي انت عايزاه، اشوفك في المحطة بكرة. وبيكونوا رايحين مكان اسمه يونيكلو. بتقول له ساكورا انها قالت لابوها وامها انها رايحة في رحلة مع كيوكو علشان كده وافقوا على طول. وبتسأله ساكورا قال ايه لابوه وامه، فبيقول لها باكو انه قال لابوه وامه انه عنده صحاب وهينام في بيت واحد من اصحابه. وبيوصلوا للمحطة وبيروحوا يشتروا لبس الباكو، وبيروحوا يحجزوا غرفة في فندق، وبيقعدوا الاتنين في نفس الأوضة. وبتنزل ساكورا تشتري مشروب، وبيلعبوا مع بعض لعبة الحقيقة، وبتكون مكونة من 10 جولات، وصاحب اكبر رقم بيكسب. وبتكسب ساكورا، وبتسأله مين احسن بنت في فصلنا، فبيرد باكو عليها انها البنت البارعة في الرياضيات، وبتكون اسمها هينا. وبتكسب ساكورا الجولة التانية، وبتسأل باكو بيحس بايه تجاهها، فبيقول لها انها تالت احلى بنت في الفصل بتاعها. وبيسألها باكو عن طفولتها، فبترد عليه ساكورا انها كانت عصبية، ودايما كانوا بيطلبوا منها تكون هادية ومشاغبة. وبيسألها باكو عن الهواية اللي مارستها لأطول وقت ممكن، فبترد عليه ساكورا مشاهدة الافلام. وبتسأله ساكورا على نقط ضعفه وقوته، فبيقول لها انه عنده قدرة يتفاهم مع اي حد، ونقطة ضعفه هي انه بيتشتت بسرعة. وبتنام ساكورا، وبتطلب من باكو يوديها للسرير، وبيفتح باكو شنطتها وبتكون مليانة ادوية. والصبح بتتصل بيها كيوكو، وبتقول لها انها كذبت على ابوها وامها وقالت لها انها معاها. فبتقول لها ساكورا هتشرح ليها كل حاجة لما ترجع، فبترد عليها كيوكو ماشي بس اشتري ليا هدية وانت جاية. وبيركبوا باكو وساكورا القطر، وبتيجي المحطة اللي باكو هينزل فيها، وبتقول له ساكورا انهم لازم يعيدوا الرحلة دي مرة تانية. وبيقول باكو ان في الايام اللي بعد كده قضى وقته من غير ما يعمل حاجة، بس عارف انه كان منتظر ساكورا تتصل بيه، بس اللي شافه ان صاحبتها كيوتو بتهدده يبعد عنها، وانها رقيقة وبتتأثر بسرعة، وان في المرحلة المتوسطة قعدت تبكي ليلة كاملة لما قطعت علاقتها مع حبيبها. وافتكرت كيوتو انها مش هتقدر تقف على رجليها من تاني. وبتسأله كيوتو ساكورا بالنسبة لك ايه، وبتهدده انها هتقتله لو عمل حاجة ضايقتها. وبيروح باكو للمكتبة، وبيلاقي ساكورا مستنياه ورجعت كل الكتب لمكانها، وبتقول له انه لازم يجي بيتها النهارده، وبتقول له ان مفيش حد في البيت، وفي كتاب معين هي بتحبه لما كانت طفله. وبتساله ان كان عنده فضول يقراه، فبيرد باكو ايوه علشان كتاب الشخص بيبين كتير من شخصيته. فبترد عليه ساكورا الامير الصغير، وبتساله ان كان قراه، فبيرد عليها باكو لا ما قريتوش. فبتقول له ساكورا خلاص تعالى معايا البيت النهارده وخليك تقراه. وبيروحوا بيت ساكورا وبيلعبوا بلاي ستيشن، وبيسالها هتسلمين الكتاب امتى، فبترد عليه ساكورا ان مفيش داعي للاستعجال. وبتحضنه ساكورا، وبتقول له ان ده في قائمه الامنيات اللي نفسها تحققها. وبيمشي باكو من بيت ساكورا، وبيقابل تاكميهورا في الطريق، وبيساله انت عايش هنا، فبيرد عليه باكو لا. فبيقول له تاكميهورا امال ايه اللي جابك هنا؟ ساكورا مش كده، ايه العلاقه اللي بينك وبينها؟ بتخرجوا مع بعض وبتروحوا رحلات سوا؟ فبيرد عليه باكو انها ما بتحبوش الاشخاص اللي ما بيقبلوش بالرفض، وانه سمع ان حبيبها السابق كان كده برضه. وبيضربوا تاكميهورا، وبتوصل ساكورا وبتشوف باكو مرمي على الارض وبتقومه. فبيسالها تاكميهورا بتعمل ايه مع باكو، فبترد عليه ساكورا انه مش احسن منه وانه مخيف، وبتقول له انها بتكرهه، وبتحذره انه يقرب منها تاني او من اي حد بتحبه. فبيعرف باكو ان ده حبيب ساكورا السابق، وبيضايق باكو، وبيقول لها انها المفروض تكون مع واحد بيحبها زي تاكميهورا او كيوكو، انهم مش بيربطهم حاجه غير انهم اتقابلوا صدفه في المستشفى. فبترد عليه ساكورا انها مش صدفه، اختياراتهم في الحياه هي اللي وصلتهم لهنا. تاسف ليه ساكورا على اللي حصل بسببها، وبتقول له يستنى معاها كمان شويه. فبيرد عليها باكو انه مش هيقدر يعمل كتير علشانها، وبتقول له ساكورا ان ده مش صح، وبتقول له يروح معاها البيت وهتدي له هدوم تانية، وبتدي له رؤيه الامير الصغير. وبيقول لها باكو انه هياخد وقت على ما يرجعه. فبتقول له ساكورا مش مشكله حتى لو رجعته خلال سنه، عايزاك معايا لحد ما اموت. وبيبدا باكو يحقق لها امنياتها لحد ما بيوصلوا لنص القايمه. بس فجاه بتتعب ساكورا جدا وبتدخل المستشفى، وبيروح باكو يزورها بيلاقيها بترقص وفرحانه، وبتقول له ان بس بعض التحاليل ما كانتش كويسه، وابوها وامها قلقوا عليها بس هي كويسه، بس زعلانه انها مش هتروح المهرجان في نهايه الاسبوع. فبيقول لها باكو ان البلد اللي جنبهم هتعمل مهرجان تاني ممكن تبقى تروحوا. وبيسالها قالت ايه لكيوكو لما دخلت المستشفى، فبترد عليه
انها قالت لها انها دخلتها علشان عمليه الزايده، وبتساله ان كان لسه قلقان يفكروا الناس شخص ممل، وبتقول له ان الحياه بالنسبه ليها انها تعمل علاقات مع الناس وهي دي الحياه، ولو كنت وحيد فده ما يدلش ان مفيش وجود ليك وان علاقتك بالناس بتدل انك لسه عايش. وبيقول لها باكو انه يتعمل له حاجات كتير، وبتحضنه ساكورا وبتقول له ان المره دي مختلفه وانها حاسه بامان وهي معاه. توصل كيوكو وبتشوفهم كيوكو مع بعض، فبتحضنها ساكورا وبيمشي باكو، وبتقول له امها انها حطت ليها شويه هدوم في الدرج، وبتقول لها ساكورا انها عايزه تطلب منها طلب، فبترد عليها امها ماشي. وبيقول باكو انه حس بحاجه غريبه لما ساكورا حضنته في المستشفى، وبتجيله رساله ان ساكورا هتقعد في المستشفى اسبوعين كمان. فبيروح باكو بعد المدرسه يشوفها، وبيقول باكو انه هيعترف ليها بحب، بس ساكورا بتاخده وبيروحوا مكان جنب المستشفى وبتكون زي غابه كده. فبيهزر باكو معاها وبيقول لها ناويه تقتليني ولا ايه، وبتقول له ساكورا ان من المكان ده يقدر يشوف المستشفى وهي عارفه ان مفيش حد. فبيعترف لها باكو انه خايف عليها وعاوز يعيش معاها على طول. فبتقول له ساكورا انها محظوظه ان في حد زيه بيهتم بيها، وبتبدا الاحتفالات بالمهرجان، وبتقول له ساكورا يشكرها، وبيتفرجوا مع بعض على الالعاب الناريه، وبتوعده انه هو اللي هيكون معاها لما تروح المحيط. وبتبعت ساكورا رساله لباكو بتقول له انها هتخرج من المستشفى بعد الظهر وانها عايزه يتغدوا سوا، وبتقول له امه انها عارفه انه بقاله حبيبه وانها مبسوطه علشان. فبيقول لها باكو انها صديقه، فبتقول له امه مش مهم، المهم ان في حد شافك على حياتك. وبيقول باكو انه عارف اخيرا يقدر الناس اللي حواليه وساكورا هي السبب. وبيقول لها باكو انه مستنيها في مقهى الربيع، وبيفضل يتكلم مع ساكورا لوقت طويل، وبتكون اخر رساله انه عاوز ياكل البنكرياس بتاعها. وبيستناها باكو لوقت طويل ولكن ما بتجيش، وبيجي في الاخبار ان ساكورا خدت طعنه في صدرها وانها في حاله حرجه. وبيتصدم باكو، بتموت ساكورا بعد الحادثه على طول، وبيعلنوا في الاخبار انه مرتكب الجريمه اعترف بجريمته في السجن. وبيطلع باكو لسلم بيته، بس من الصدمه بيقع على السلم، وبتحضر كل المدرسه جنازتها، وبتبكي عليها كيوكو كتير. وبتقول باكو ان بعد موتها قدر يخرج من البيت في اليوم العاشر. وبيروح عند ام ساكورا وبيعزيها، وبيقول لها ان ساكورا قدمت ليه كتير، وبيقول انه كان عارف بمرضها بس ما توقعش ان النهايه تكون كده. فبتتصدم الام، وبيطلب من ام ساكورا انه يقرا مذكراتها. وبتعرف ام ساكورا انه الشخص اللي ساكورا طلبت منها تديله مذكراتها، وبتقول انه ما يجيش مراسم الدفن بس هيجي علشان ياخد المذكره. وبيقلب باكو في المذكره لحد ما بيوصل يوم 22 لما ساكورا قابلته في المستشفى وحكت ليه عن مرضها، وانها كان عندها فضول تجاهه، ولما حاولت تتكلم معاه كان مسلي. وبيفتكر باكو كل الوقت اللي قضاه مع ساكورا، وبتقول في اخر صفحه انها هتخرج وهتستغل اخر ايامها الى اقصى حد. وبتقول له امها ان اكيد في حاجات تانية ساكورا كتبتها لازم يقراها. وبيتفاجئ باكو لما بيلاقي رساله وداع في اخر المذكره، وبتقول له فيها انها المفكره ليه، وانها كتبت رسائل تانية لاشخاص تانيين وعايزاه يوصلها ليهم، وده اقل حاجه علشان اشكره على اللي عمله علشانها. وبتقول ساكورا ان قصتهم ما ينفعش تتوصف بكلمات بسيطه زي الحب او الصداقه. وبتفكروا لما كانوا بيلعبوا لعبه حقيقه ام جرأه، وانها كانت عايزه تساله ليه عمره ما قال اسمها ابدا علشان خاف يقرب منها. وبتقول له لو كان عندها حق يسيب لها هديه قدام قبرها. وبتقول له انه شخص كويس. وبيسال باكو ام ساكورا فين تليفونه، وبيقلب في الرسايل وبيعرف انها قرت الرسايل اللي كتبها، وبيتاسف لام ساكورا وبيطلب منها انه يبكي. وبيعيط باكو جامد، وبيقول انهم فعلا مش مناسبين لبعض. وبيودع باكو ام ساكورا وبيمشي، وبتطلب منه امها انها تعزمه هو وكيوكو على الغداء. تساله ايه اسمك الاول، فبيرد هاروكي يعني شجره الربيع. فبترد عليه امها انه مناسب جدا لساكورا. وبيروح باكو يقابل كيوكو، وبتساله كيوكو ليه ما حضرش مراسم الدفن بعصبيه. وبتتاسف كيوكو على عصبيتها، وبيقول لها باكو انه عايزها في موضوع، وبيديلها رساله ساكورا ليها في دفتر مذكراتها. وبتعرف كيوكو خط ساكورا وما بتصدقش، وبتضرب باكو بالقلم لما قال لها ان ساكورا كانت مريضه وهتموت. وبيطلب من كيوكو انها تقرا المذكره، وبتعيط كيوكو لما بتقراها. وبتسال كيوكو باكو ليه ساكورا ما قالت لهاش، وبتساله ليه ما قالهاش. وبتقول كيوكو لباكو ان ساكورا كانت بتحبه وبتهتم بيه بس هي عمرها ما هتسامحه، وبيطلب منها تقبله كصديق. وبينتهي الفيلم لحد هنا. سلام.